تعالى اوريكي ازاي تعملي اكله جديده جدا وحلوه، تنفع لللانش بوكس للاطفال او ليكي، تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع في اي وقت. اقتصاديه وجميله وجديده وطريقتها حلوه جدا، هتعجبك. جبت بطاطسايه، طبعا قشرتها وغسلتها وبشرتها، وبصلايه طبعا قشرتها برضو وغسلتها وبشرتها، واتنين جزرة متوسطين برضو قشرتهم وبشرتهم. دول اهم خطوة في الحاجات ديت. ينفع تحطي كوسة، ينفع تحطي اي خضار انت بتفضليه. وبعدين بعد كده حاولي، يعني بعد ما تعملي البشر ده وتخلصيه كويس جدا، لو في ميه زياده شيليها، يعني بس صفيها كده. وبعدين جيبي 3 بيضات وحط عليهم طبعا حته ملح وحته فلفل واخلطيهم كويس، وبعدين حطيهم على الخليط ده، وبعدين قلبي كويس جدا. حطي طبعا في الوقت دوت لو انت عايزه تحطي ملح فلفل بابريك، انا ما حطيتش غير ملح وفلفل. حطيت 2 معلقه دقيق مليانين، معلقتين بس دقيق، وخلطتهم تمام كويس جدا. وطبعا لازم اخلطهم كويس لان طبعا ده بيض وخضار والدقيق، خلطتهم كويس جدا. وبعدين جبت طاسه على النار، سخنتها وحطيت فيها حته زيت صغيره، وبدات احط فيها الخليط دوت بالراحه وافرد فيها عشان انا اعملها زي ما تكون زي، يعني زي البانكيك، زي الاومليت. لان انا بعد ما تستوي من الجنب ده هقلبها على الجنب التاني، بتتقلب معاكي بكل سهولة، مفيش مشكلة. بعد ما سويتها كده وظبطتها كويس جدا بالمعلقة وبالشوكة، سبتها لغاية ما خدت لون حلو من تحت، يعني استوت. سبتها شوية على النار لحد اما استوت، قلبتها بسهولة جدا. وبعدين حطيتها تاني في الطاسة على نار هادية، مش هادية قوي، يعني متوسطة بين الهادية والسريعة. على طاسة تاني على النار حطيت فيها نص بصلاية وقلبتها بشوية زيت، حطيت لها حتة ملح عشان تدبل، وكنت مقطعة مشروم ولحمة، بواقي لحمة عندي. رحت طبعا انا ما برميش اي بواقي، بعيد استخدامها تاني وبرجعها واعملها في حاجة تاني واشغلها وتتاكل برضه. حطيت لها طبعا شوية فلفل وملح، وبعد كده جبت شوية جبنة وحطيتهم، وحطيت الحشوة اللي انا عملتها دي وقفلت عليها عملتها زي الطاكس كده وقفلتها، وحطيتها في الصاج بتاع الفرن، وحطيت عليها كمان شوية جبنة من فوق ودخلتها الفرن. شايفة قيمة غذائية جميلة جدا جدا.